كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. سلام، واش راكم؟ صحة فطوركم؟ نتمنى على فيديو تاع اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. أنا في نعمة والحمد لله، لا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا البنات مزلنا بسلسلة تحضير حلويات العيد. هنا رايحة ندير معاكم بقلاوة بدون آلة التوريق. هنا البنات واش كنت جبت 3 كيلات ونص فرينة ونص كيلة نشا. كيلت بهذا البول ودرت كيلة سمن مدينة كما راكم تشوفوا فيه كيفاه راه بهذا القوام. اما اللي كانت عندها السمن تاعها شويه جامد عليك وعلى الذوبيه خليه يبرد مده معينه ومن بعد اخدمي بيه. كما راكم تشوفوا راني نبسس في الخليط تاعي، ندخل في السمن مع الفرينه والنشا كما راكم تشوفوا. راني نخلط مليح مليح. هذه البقلاوه تجي روعه، يعني انا هذه البقلاوه دائما معتمدتها، يعني من نهار نعتتها لي جارتي وحبيبتي قعدت طول معتمدتها. اليوم برك بدلتها لكم في الشكل، ملفه نديرها كاري. اليوم درتها سما كما نقول حنا درتها مقروطات. انا هنا به نتفادى الخليط تاعي ما يقعدليش فيه الحبيبات، جبت راني نصفي فيه. اما يعني ننصحكم بهذه الطريقه راح يجيكم العجينه تاعكم ليس، تجي روعه. كما راكم تشوفوا في انا جبت الصيار هذا الصغير تاعي، يعني اللي يشوفوا يقول ما ناكلش بصح نخدم به. هذا كان شريته لي خالتي ربي يرحمها ويوسع عليها، ان شاء الله يرحم موتانا وموتى المسلمين. البنات تدعيوا لها. وهنا البنات نوليو للخليط تاعنا كما راكم تشوفوا. بعد ما حليته جبت حبه بيض، وهنايا راني ندير في المزهر، راني نخلط في حبه البيض. بالنسبه انني درت رشه ملح راهي ما بانتش برك، ما تكثريش. هاي ليكم البنات راهي بانت. وراني نخلط وندخل في العجين. هذيك البيضه رايحه كاين اللي يدير اقل الخليط رايحه كما نقول حنا تشمخ لكم العجين تاعكم كامل. اما اللي ما كفاهاش دير خليط بين الماء ومزهر. انا في البقلاوه نحب ذوق المزهر بارز، يسمى درت غير المزهر. وتشوفوا البنات كي كنت نطيب فيها جات روعه. هذه العمليه راني درتها بيوم من قبل، كما نقولوا حنا شمختها في الليل، عجنتها مده 10 دقائق كما راكم تشوفوا فيا. الغدوه من ذاك خدمتها وقت الفطور، حطيت فطوري يطيب وانا نشكل فيها، وبعد الفطور طيبتها. يعني راحين تتحصلوا على واحد البقلاوه تقول درتوها بالاله. كما راكم تشوفوا فيا دلكتها مده 5 دقائق. نجي نقطعها انا البنات، راح ندير 4 من تحت راح ندير 6 من الفوق، انتي وما حبيتي. اما حبيتي ديري 5 من الفوق و5 من تحت، كل واحد وكيف يحب. انا ندير 4 من تحت وندير 6 من الفوق، تجيني واحد البقلاوه روعه. كما راكم تشوفوا فيا راني نشكل في الليبول تاوعي، نغطيهم ونخبيهم ونخليهم بجيه حتى يطلقوا لي هذاك السمن تاعهم. من ذاك غدوه من ذاك كما راكم تشوفوا فيا جبت كميه من نشا وراني نعاود نعدل فيهم هذاك السمن به يدخل فيهم. راح ندير الربعه الاولين كما راكم تشوفوا فيا راني نستعمل في نشا، راكم تستعملوا كميه معتبره من نشا. نحل انا بهذه الطريقه، كل واحد وكيفاه يخدم. انا نخدمها بهذه الطريقه وتجيني تهبل وتجي معسله وما يجينيش الحشو يابس. تبعوا هذه الخطوات واكيد رايحين تنجحوا فيها.
كيما راكم تشوفوا فيا يعني درتها معكم العام اللي فات، درتها برك في القصان قصيتها مربع، اما السنة حبيت شريت لها المول تاع المقروطه، حبيت نقصها مقروطه، ثاني جاتني يعني افير شكل برك، والله غير جات بنينه تهبل. وانتي وش تحبي؟ كل دايما نقولكم جود بالموجود. كيما راكم تشوفوا فيا نضغط بهذه الطريقه باه ما يهربوليش حبه قدام حبه، باه ما يهربوليش على بعضاهم، وراني نشكل فيها حتى تولي رقيقه. اكيد بعد كي ندخلوها في الفور ولا في الكوشه رايحه تتورق وتجي روعه. هنا راني نشكل فيها المول تاعي انايا 35 على 25. شوفوا البنات هنايا هذا المول تاعي كنت شريته. هنا البنات راح الضوء ولا بصح كملت نصور معاكم ما طولش ثم برك. كيما راكم تشوفوا فيا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، وهذا هو السمك اللي نتحصل عليه. دهنت البلا تاعي، هذا هو اللي قلت لكم عليه. نهز بهذه الطريقه ونحط نحط الطبقه تاعي الاولى. اما الحشو وش رايحه ندير؟ رايحه ندير البنات جود بالموجود. على بالي دوك تجوني في لي كومونتير سورسو في الانستغرام منا ومنا الناس ما لقاتش واش تاكل، والناس هذيك اني قلت لكم جود بالموجود. انا كيما الجوز واللوز كانوا عندي، كوكاو ثاني كان عندي. واش درت كيلا جوز وكيلا كوكاو وكيلا لوز، حمصتهم ورحيتهم بهذا القوام وحطيتهم. بالنسبه للبنات العقده تاعي ديري كيلو بين مكسرات. هنا درت 3 كيلات مكسرات وكيلا ناقصه 7 سكر، باه ما تجيكمش حلوه بزاف. على بالنا العقده فيها السكر والعسل ثاني بعدا كي نعسلوها ثاني فيها يسمى نقصي شويه باه ما تجيكش حلوه بزاف. درت هنا مغرفه لافاني. بالنسبه لي حبيت تزيد اي اغام حبيتو تزيدو، انا كي عندي المكسرات تاوعي كامل ما حبيتش نزيد، وراني نضيف في المزهر بالتدريج كما راكم تشوفوا فيا. اكيد الخليط راح يجيني مرمل والسكر تاعي يذوب بهذه الطريقه. تبعوا هذو الخطوات واكيد رايحه تنجحوا فيها كامل. كاينين اللي هابوا من البقلاوه وتقول لك ما عنديش لاباراي، ما عنديش هذيك ما عنديش هذيك. نوضي الفحله، فرحي وليداتك وفرحي دارك. لشتا ما تجيكش بنينه نوضي باك ديريها. والله يا البنات انني نديركم في المونتاج وكنت كليت من هذوك الحواشي والله غير جات تهبل. انا بالنسبه هذه الطبقه ما ندهنهاش بالزبده، نحطو للحشو تاعي. اما اللي حبت تدهن على روحها. بالنسبه للزبده انا واش درت؟ راني ندهن بالفلوريال. قلت لكم حبيبتي ملي علمتها لي قاعده طول في راسي. هذه هي الطريقه اللي قعدت نديرها طول عمري ان شاء الله، وطول ماني حيه ندير هذه الطريقه. ونشكرها بزاف من هذا المنبر. على بالي بلي تتفرج في لا فيديو كانت احسن جاره. كيما راكم تشوفوا ليا وليت راح نجي نكمل الستة تاوعي. كيما راكم تشوفوا طريقة سهلة مهلة ما تشدش الوقت. انا والله يا البنات غدرتها على وقفة. قلت لكم حطيت فطور يطيب ووليت قلت نشكلها بعد الفطور ندهنها نحطها بجيه ونخليها بعد الفطور غير نطيبها. شوفوا البنات ديري وقت لعمرك، واكيد على بالنا بلي الوليدات يحبوا القاطو يحبوا. نوضي فرحي وليداتك فرحي دارك. اكيد انا هنا انواع تاع الحلويات كنت درتهم معاكم. اليوم زدت كملت البقلاوه والمقروط وراني شمخت الفارمسه. يسمى كل وحده وش راهي سما بديسيديا دير. مهم نظمي وقتك ما كيش قادره ديري بالحاجه حتى تخلصي الحلويات تاوعك كامل. هنا البنات راني مازلت انا نشكل في هذوك الستة تاوعي بنشا ثاني بلا ما ننسى. النشا هو كلش، هو اللي حيدير لك هذاك التوريق. كيما راكم تشوفوا فيا هنايا انا هنا كان نشا خلاص لي زدت رحت جبت من بعد نزيد نحلو كيما حليت الطبقه الاولى. شوفوا البنات عييت وانا نهدر سامحوني برك. كيما راكم تشوفوا راني نحل فيها مليح. نعتذر هنا البنات جاني اتصال جارتي تحاول تنعت لي الشيشه
اللي دير بها المقراط. هنايا كيما راكم تشوفوا قلت لكم نكمل نحلل مليح مليح، لازم نديرو رقيق باه كي ندخلوه في الفور راح يتورق لي. جامي البقلاوه تاعك كي تعودي راح ديرها بالحلال والنشا، ديريها رقيقه على ما تقدري، لازم سطح تاع البوطاجي تاعك يبان. هنايا جبت البلا تاعي، رايحه نحط الطبقه الفوقانيه بهذه الطريقه. شوفوا البنات ستفوها كيما تحبوا، اما اللي حابه تزيد المكسرات تاعها تزيد. انا هنا بهذه الطريقه نعدلها باه يجيني السطح مستوي. من بعد ندير الحواشي بالحلال باه نحيهم، ندير بهذه الطريقه باه نحي هذوك لي شويت هذوك لي راح دير باللوز، تولي تديرهم ورديت وتحطهم. اما كيما انا راح نديرهم يعني بالمكسرات، يسمى خليتهم كش ما ندير بهم حاجه نستعملهم في هذوك الحواشي، حندير بهم حاجه. ولا تحبي ديريهم في الكونجيلاتور بعد العيد بيامات كي يخلصوا لك الكاطو، اكيد راح تشكلي اي حاجه عندك يجيو يهبلوا. انا ملفه بعد العيد نديرهم صامصه. شوفوا البنات تجيني روعه في المذاق، ونقليهم يجيو يهبلوا. هنايا كيما راكم تشوفوا فيا عدلتو شكلتو، ومن بعد رايحه نجيب المول تاعي اللي رايحه نخدم بيه. انا هنايا العجين تاعي لميته وراح نحطه في الثلاجه. بعد العيد ان شاء الله تتنحى لنا القهمه تاع الكاطو. اكيد رايحه قلت لكم نديرو صامصه. كيما راكم تشوفوا فيا راني نعين فيه بهذه الطريقه، ورايحه نشكل بهذا المول اللي كنت شريته معكم وحطيته معكم في المشتريات. يجيوني الحبات قد بعضهم بصح باه تتفادي لي شيت وما يقعدوا لك حتى حاجه عليك وعلى ديري حبه البقلاوه كاري، ما راح يجيك حتى لي شيت، يعني رايح يجيوك الحبات كامل وتستفادي. ما عندكش الحواشي مره كيما انا فضلوا لي الحواشي، كما في هذا الوقت الزوج تاعي راه كلا حبه، وهذوك لي شويت خليتهم مادامنا كل يوم في رمضان نحبوا المعسلات. قلت له مزيدش تجيب زلابيه، نكملوا هذوك لي شويت حتى يلحق العيد ان شاء الله. ربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شوفوا البنات هذه الايامات الاخرى راهي مليحه بزاف، اي حاجه عندك في قلبك صلي وادعي، كثري من الاستغفار، كثري من القران. ربي ان شاء الله يفتحها على كل وحده ان شاء الله يا ربي. ربي ان شاء الله يرزق كل محروم بالذريه الصالحه. اللي ما عندوش سكنه ربي يرزقه، اللي ماهوش مخطوب ان شاء الله يتخطب، اللي دارت العيد في دارهم ان شاء الله العام الجاي ديريه عند راجلك. امين يا رب العالمين. هنا وليت جبت هذيك الفلوريال اللي كنت مذوبتها معكم، دهنت السطح كامل. اللي حبيت تدهن بالسمن تدهن، انا حبيت فلوريال بويسك فيها واحد الطعم روعه. غطيتها البنات وخليتها ارتاحت لي اكثر من 4 سوايع ولا 5. بعد الفطور راني رحت طيبتها، هاي لكم البنات راني صورتها. بعد الفطور رحت طيبتها من التحت وزدت حمرتها من الفوق، وهنا كانت طابت لي وكبيت عليها العسل. انا العسل دات لي 800 غرام. وهنايا هاي لكم البنات البقلاوه تاعي، كنت زينتها بهذا التزيين، درت شويه جوز، نص بندق، حبه بيستاش وشويه من الورد المجفف، جاتني روعه ومعسله للقلب. مع السلامه حبيباتي وصحه سحوركم.